السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم معايا من جديد في قناتي، قناة وصفات شهرزاد. اليوم مع فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غنحضر واحد البسبوسه، بسبوسه بالسميده الرقيقه، سميده الحرشه، وبالكوك وبالبرتقال، عصير البرتقال. ان شاء الله تعجبكم وتجربوها، وما تنساونيش بجيمو ابوني. هاد البسبوسه كتجي غزاله غزاله بزاف، كتجي واعره خطيره ومذاق رائع. هذه هي البسبوسه ديالنا، كتجي بهذا الشكل. ندوزو للمقادير، بسم الله على بركه الله. عندنا في المقادير 4 بيضات، عندنا 2 كيسان سنيده بعبار كاسة العنبه، 2 كيسان الزيت، كأس من الكوك او جوز الهند، 2 كيسان عصير برتقال، حامضه محكوكه يعني ليمونه حامضه محكوكه وبرتقاله محكوكه، وواحد ياغورت طبيعي، 3 الكؤوس من السميد الرقيق، سميدة ديال الحرشة، 4 ديال ساشيت الخمارة، عفوا 4 الخمارات، كل خمارة من وزن 8 غرام. اول حاجة كنحضروا السيرو اللي غادي نسقيو به. كناخدو كاس العنبة ديال سنيدة، واحد طريفة الحامض، وجوج كيسان ديال العنبة ديال الماء، ونوضعوه فوق النار حتى يغلى مزيان ويولي سيرو. هنا ناخدو الخلاط ونفرغوا فيه البيض، ونزيدو سنيدة، نزيدو قشور البرتقال والليمون حامض، وندورو المولينيكس. هنا كنضيفو الزيت، 2 كؤوس ديال الزيت، نضيف ياغورت طبيعي، اللي بغى يدير ياغورت بنسمة الفاني يستعملو، ماشي مشكل. نضيف جوز الهند الكوك، نخلطوه بمعلقه هكا. نضيف 2 كؤوس من عصير البرتقال. هنا عصرت المندالين، طحنتو ماشي عصرتو، طحنتو في مولينيكس وصفيتو واستعملتو، كيجي رائع. صافي هنا كيطحن في مولينيكس حتى تنسجم العناصر مزيان. صافي هنا غنطفيو عليه وغادي نفرغوه في شي هكا، في شي اناء باش نكملو الخلط ديال البسبوسه. هنا كنضيفو السميده، ونضيفو 4 ساشي ديال الخماره. صافي نخلطوا المكونات مزيان غير باليد. خلطوا المكونات مزيان، احسن استعملوا الفوي اليدوي باش دغيا كتحل ديك السميده مع باقي العناصر. صافي كتكون بهذا الشكل، ما كتكونش ثقيله، كتكون شويه سائله.
صافي هنا كناخذ واحد الصينيه ونفرجها فيها الكاغيط ديال الطاوه، الورق ديال الطاوه ديال الطبخ ديال الطهي. صافي وكنفرغوا الخليط ونشعل الفرن وندخلها طيب. هنا بعد ما طابت هنا خليتها تحمرات شويه، فاتت شويه في الطياب، بالحق ماشي بزاف غير شويه ولكن شات زوينه. صافي كناخذ هذاك السيرو اللي طيبت وكنسقيها كامله، هي كتشرب وانا كنسقي حتى كنكمل هذاك السيرو اللي عندي. كنوزع هذاك السيرو مزيان على هاد البسبوسه. صافي كرشوا عليها الكوك جوز الهند، كرشوا عليها من الفوق. هنا ما كنحيدوش ديك الساعه من القالب، كنخليوها حتى كتبرد تماما، وكاين اللي بغى يخليها في القالب كيسقيها وهي في القالب. هنا نقطع واحد الطريف نشوفوا كيف جات. ها هي البسبوسه ديالنا هي هذيك، جات زوينه، عطيها داك اللون زوين. نار قطعتها بقى سخونه وجات عاليه، جات مرتفعه، جات رائعه، حتى الريحه ديالها غزاله بداك البرتقال، عصير البرتقال والكوك، كيجي مذاقها خطير. وهذه هي البسبوسه ديالنا، كنتمنى تعجبكم وتجربوها، وكتجي لذيذه 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 بزاف. شفتوا كيف كتجي من الداخل، كتجي غزاله رائعه. وهذه هي البسبوسه ديالنا، وبالصحه والراحه. الى اللقاء، الى فيديو لاحق ان شاء الله.